ciao a tutti طلاب الغاليين الكتاكيت على قلبي وكلهم حبايبي الغاليين طلاب الصف الأول الثانوي. هنستمتع مع بعض بالإيطالي النهاردة. تمام، والدنيا جميلة معايا. الحصة دي هتكون موجودة على قناة اليوتيوب. تمام، هي دي الحصة اللي كانت مجانية. تمام، في السناتر هوفرها على قناة اليوتيوب بحيث الطالب اللي ملحقهاش يقدر يحضرها تاني. تمام، والدنيا تبقى معاه جميلة والدنيا تبقى ورد الورد. طيب، الإيطالي جميل وسهل وممتع ويعني في منتهى الجمال، ومش انا اللي هقول كده، انت اللي هتقول كده في الحصه دي مع بعض. تعالى كده نشوف بس اهم حاجه، مميزات الايطالي ايه هي. الايطالي فيه مميزات كتير جدا 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 عن اي لغه بتدرسها. وهي ايه؟ اول ميزه سهوله النطق. سهوله النطق، انت بتنطق الكلمه كانك بتغنيها، فالدنيا بالنسبه لك روقان على الاخر. انت بتغني اللغه وبتسمع كانك بتسمع موسيقى، فبالنسبه لك حفظ الكلمات مش قضيه. انت لو بتسمع ترند جديد ماشي في الشارع مش طايقه اساسا، تمام، بيلقط معاك عشان خاطر بس ان في نغمه، صح؟ يبقى اول ميزه في الايطالي ان هو فيه نوع من انواع الموسيقى، وده هنشوفه مع بعض دلوقتي. طيب، النقطه الثانيه في الايطالي، النقطه الثانيه في ميزه الايطالي ان الايطالي قواعده سهله، يعني ما فيهوش عك، ما فيهوش حوارات من الاخر يعني. تمام، دنيته سهله، والدليل على كده ان الايطالي عندنا الكلمه، تمام، حاجه من الاثنين: لا مفرد لا جمع، ما عندناش مثنى. النقطه الثانيه: لا مذكر لا مؤنث، ما عندناش محايد ولا جماد. يعني الابيض لا اسود، اللغه سهله وجميله. تمام، يبقى اول حاجه ايه؟ سهوله النطق. تمام، وهتحس ان انت ايه؟ بتغني، ما فيهوش عوجان بق من الاخر. النقطه الثانيه ايه؟ سهوله القواعد. طيب، بعد كده مميزات كتير بس انا هختصر بثلاث مميزات بس. تمام، النقطة الثالثة بالنسبة للإيطالي هي: هل تعلم إن في كلمات كتير جدا بنقولها في مصر في الشارع الإيطالي، في الشارع المصري قصدي، وهي أصلا إيطالي؟ طب زي إيه؟ هديك كلمة كده ممكن ما تكونش تعرف إن دي إيطالي أصلا. تمام؟ يعني مثلا واحد تعب فبيروح للدكتور، الدكتور بعد ما بيكشف عليه بيقول له إيه؟ بيعمل له إيه؟ قال له بيكتب له الروشتة، بيكتب له الدواء، الروشتة، صح؟ هل تعلم يا صديقي إن كلمة روشتة دي كلمة إيطالية معناها وصفة؟ أصلا كلمة إيطالية معناها وصفة بالإيطالي، أديك حفظت كلمة. طب حاجة تانية: تكون ماشي زهقان راجع من المدرسة، تمام، تلاقي راجل مطلع شوية عفش كده ولا حاجة إيه قدام المحل بتاعه، تقرا كده تلاقي موبيليا مش عارف مين، صح؟ موبيليا. هل تعلم إن كلمة موبيليا دي كلمة إيطالية معناها أساس؟ برضو. طب خد الكبيرة بقى. تمام، هل تعلم برضو إن كلمة بلكوني كلمة إيطالية؟ هل تعلم كمان ان كلمه جيلاتو ايطالي؟ هل تعلم ان كنت ماشي في الشارع، اسمع القصه دي، كنت ماشي في الشارع، تمام، ولقيت خاتم، قلت كده، قلت شكيت ان هو ذهب، تمام، قلت ربنا كرمني ولا حاجه، تمام، فدخلت على الراجل بتاع الذهب، قال لي ايه؟ فرحت على ايه؟ ده فالصو. هل تعرف ان كلمه فالصو كلمه ايطاليه معناها مزيف؟ حاجات كتير من هذا القبيل. فده يسهل عليا ايه؟ دراسه اللغه، لان انا اوريدي عندي الكلمات، فانا مش هقعد احفظ. اوكي، انا بس هعرف دي بتقول ايه، دي معناها ايه، وخلصت. اوكي، يبقى انا عندي الثلاث مميزات امسك فيهم بايديا واسناني. اول حاجه سهوله ايه؟ نطقهم، انا هغني بالايطالي. النقطه الثانيه سهوله القواعد. ثلاثه، كلمات كتير اصلا انا بقولها في حياتي وهي اصلا ايطالي. طيب، لو فتحت من هنا لبكره في مميزات الايطالي مش هنتهي. انا استكفيت بس بثلاثه. طب تعالى بقى ايه يقول لك ايه؟ سيبك من الكلام ده، تعالى نشوف الايطالي نفسه، وهل هو سهل فعلا ودنيته جميله ولا الدنيا ماشيه ازاي. طيب، الايطالي عندنا يا شباب الالفابيتو ايطاليانو، الابجديه الايطالي. تمام، الايطالي عندنا بيتكون من 21 حرف. الايطالي عندنا كام حرف؟ 21 حرف، متقسمين لحاجتين يا شباب، متقسمين 5 حروف و16 حرف. الخمس حروف بنقول عليهم حروف ايه؟ متحركه. حروف ايه؟ متحركه. اما ال 16 حرف فبنقول عليهم حروف ايه؟ ساكنه. تمام، كلام جميل. طب الحروف المتحركه بالايطالي ايه هي؟ قال لك الحروف المتحركه بالايطالي هي ا، اي، اي،
او او. كمان مرة ا اي اي او او. كمان مرة ا اي اي او او. كمان مرة ا اي اي او او. افتكرها ايدي لما بتوجعني بقول ايه؟ بعد كده اي اي او او. ا اي اي او او. كمان مرة 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 ا اي اي او او. كلام جميل. ده بالنسبة للحروف المتحركة. كلام جميل. الدنيا لذيذة، تحس ان هم سلم موسيقى جميل كده. بص ا اي اي او او. كمان مرة ا اي اي او او. ا اي اي او او. ا اي اي او او. كلام جميل. طب ده بالنسبة للحروف المتحركة. طيب من الحروف الساكنة، قال لك قبل ما اتكلم على الحرف الساكن، احنا عندنا كلنا عقده كده في حاجه كده معينه في اللغات. ايه هي؟ يقول لك الحرف ده لما يجي مع الحرف ده سايلن ومش سايلن وصامت وما نطقوش وبتاع وحواراته كتير، صح؟ لا احنا بقول لك لغه سالكه، ما عندناش الحوارات دي. امال احنا عندنا حرف واحد عامل زي الاتش اسمه اكا. اسمه ايه؟ اكا. ماله الاكا؟ قال لك حرف الاكا هو الحرف الوحيد في الايطالي اللي يتكتب بس وما يتنطقش. واقفل على كده. حرف الاكا هو الحرف الوحيد في الايطالي اللي يتكتب بس وما يتنطقش. لا ينطق. يبقى ماله الاكا؟ قال لك الاكا الحرف الوحيد اللي في الايطالي اللي يتكتب بس وما يتنطقش. كلام جميل. يبقى تاني كده كل اللي انا عرفته دلوقتي عن الايطالي ايه؟ ان هو بيتكون من 21 حرف. كلام جميل. بيتكون من 5 متحرك و16 ساكن. كلام جميل. الحروف المتحركه هي ايه؟ ا اي اي او او. كم مره؟ ا اي اي او او. كلام جميل. وبعد كده ال 16 حرف ساكن خدنا منهم بس واحد دلوقتي اللي هو حرف اكا. اسمه ايه؟ اكا. ماله الاكا؟ الاكا هو الحرف الوحيد في الايطالي اللي يتكتب بس وما يتنطقش. كلام جميل. طيب تعالى نتعرف على باقي الحروف. الالفابيت ايطاليانو، الابجديه الايطاليه. تتكون اللغه الايطاليه من 21 حرف قلناها. طيب والحروف المتحركه هي دي. تمام. كلام جميل، مفيش مشكله. لو ا اي اي او. طيب بعد كده تعالى بقى نشوف الحروف نفسها. كبرها لك كده شويه. قول معايا ا بي تشي. ا بي تشي دي. ا بي تشي دي. تاني ا بي تشي دي. 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 قولوا معايا ا بي تشي دي. اي اف جي. 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 اكا اي اكا اي. ا بي تشي دي. ا بي تشي دي. اي اف جي. ا بي تشي دي. اي اف جي. تاني ا بي تشي دي. اي اف جي. يبقى ا بي تشي دي. اي اف جي. اكا اي. في حروف هنسيبها، اللي هنسيبه ونحط تحتيه خط. ماشي، هنعرف في الاخر سيبناهم ليه. ال ام ان او. 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 من الاول بقى. ا بي تشي دي. ا بي تشي دي. اي اف جي. اي اف جي. اكا اي. ال ام ان او. ال ام ان او. ال ام ان او. بي فيها باور شويه عن دي. بص دي بي، اما دي بي فيها باور كده. وهتقول لي خفيفه وتقيله، لا احنا كبار نقول ايه؟ بي ديها باور. ها بيكو. بيكو. ار اس تي. ار اس تي. ار اس تي. ار اس تي. من الاول. ها
A B C D A B C D A F G A F G H I L M N O P Q R S T U فو، وسيبك من ده وسيبك من ده وسيبك من ده، زيتا زيتا اي هي ظبطت بقى، زيتا. ها A B C D A B C D A F G A F G H I L M N O L M N O P Q R S T U فو زيتا. كمان مرة A B C D A F G H I L M N O P Q R S T U فو زيتا. كمان مرة A B C D A F G H I L M N O P Q R S T U فو زيتا. تاني عشان اتاكد بس ان الكل حفظ. A B C D A F G H I L M N O P Q R S T U فو زيتا. كمان مرة A B C D A F G H I L M N O P Q R S T U فو زيتا. ها A B C D A F G H I L M N O P Q R S T U فو زيتا. كلام جميل كده، احنا عرفنا مع بعضينا حروف الايطالي. لو تلاحظ الحروف اللي احنا نطقناهم هم ال 21 حرف، يعني اللي انت حاطط تحتيه خط ده زياده. طب بتزودوا ليه؟ لا ده لهم قصه كده هنتكلم فيها بعدين، اوكي؟ مش النهارده خالص. ماشي. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ انا في الحصه دي انا قلت لك ايه؟ الكلمات بتتحفظ بسهوله، والمش عارف كام بتتحفظ بسهوله، والدنيا مبسطه والكلام الجميل، صح؟ احنا حفظنا الحروف، صح؟ كلام جميل جدا. طب ايه رايك تعالى في الحصه دي نوقف على كده ونحفظ مع بعض الارقام وايام الاسبوع. ايه ده، نحفظ الارقام وايام الاسبوع؟ في اول حصه. اصل بقول لك الايطالي سهل وجميل. طب تعالى نشوف الكلام ده صح ولا بتشتغل. ايام الاسبوع، ايام اسبوع اسمه اي جورني ديلا ستيمانا. لو ما حفظتش العنوان مش مهم. اي جورني ديلا ستيمانا هنحفظه بعد الحصه اللي جايه. اي جورني ديلا ستيمانا، اي جورني ديلا ستيمانا، ايام الاسبوع. طب قبل ما اتكلم عن ايام الاسبوع كده، هو يوم الاجازه في ايطاليا يوم ايه؟ تعالى بقى عشان ما ننساهاش، افتكرها كده. ايطاليا كلهم مسيحيين في اجازتهم يوم الاحد. كم مره؟ ايطاليا كلهم مسيحيين في اجازتهم يوم الاحد. مش يوم الاحد اجازه المسيحيين. يبقى ايطاليا كلهم مسيحيين اجازتهم يوم الاحد. كلام جميل. النقطه الثانيه كمل. البت مونيكا مسيحيه. البت مونيكا مسيحيه، صح؟ يبقى اجازتها يوم الاحد. تاني، يبقى ايطاليا كلهم مسيحيين اجازتهم يوم الاحد. حلو. طيب النقطه الثانيه ايه؟ البت مونيكا مسيحيه، يبقى اجازتها يوم الاحد. حط قبلها دو. حط قبلها ايه؟ دو. يبقى دومينيكا دومينيكا دومينيكا، يعني يوم الاحد بالايطالي. عمرك هتنساها؟ تعال نقولها تاني. يبقى ايطاليا كلهم مسيحيين اجازتهم يوم الاحد. حلو الكلام. طيب والبت مونيكا مسيحيه فاجازتها يوم الاحد. طيب حط قبلها دو. حط قبلها دو. يبقى دومينيكا دومينيكا دومينيكا، يعني ايه؟ يوم الاحد بالايطالي. عمرك ما هتنساها كده. يبقى اول يوم عمل في الايطالي هو يوم ايه؟ الاثنين، صح كده؟ صح. طيب اسمه ايه بقى بالايطالي؟ قولوا معايا. لوني دي. تاني كده. لوني دي لوني دي. تاني. لوني دي لوني دي لوني دي. مارتي دي لوني دي مارتي دي. لوني دي يوم الثلاث. مارتي دي. يبقى لوني دي مارتي دي لوني دي مارتي دي. ميركوليدي لوني دي مارتي دي ميركوليدي دي. كمان مرة. لوني دي مارتي دي ميركوليدي 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 لوني دي مارتي دي ميركوليدي. جوفي في دي. يبقى جوفي دي تاني كده.
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. كم مرة؟ lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. venerdì. تاني venerdì. venerdì يبقى lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 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 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. sabato. sabato. السبت اسمه ايه؟ sabato. الحد domenica. sabato, domenica. lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. كم مرة؟ lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 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 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. كمان مرة lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. دي كده ايام الاسبوع بالايطالي، اعتقد الكل حفظهم. تاني كده lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. طب عايز اقول لك النهارده ايه بقى بالايطالي، نقولها ازاي؟ che giorno è oggi؟ che giorni oggi؟ اقول له oggi è lunedì؟ سيبك منها، انا حفظت دول كده، انت بالنسبه لي تمام. طيب تعالى بعد كده ناخد الارقام. تعرف الارقام من اول حصه؟ انت فاكر ايه؟ الارقام ايه نمري؟ انا هاخد بس الاول 10 مش اكتر من كده، اول 10 بس. تمام؟ طيب عشان تفتكر الارقام هقولها لك بطريقه كوميديه شويه. عارف الحاج عبد الغفور البرعي اللي هو لا انا اعيش في جلابيه لا انا اعيش في جلباب اي؟ تمام؟ هو كان لما يقف في المزادات كان يقول له ايه؟ المزاد لما يجي يرسى عليه يقول له ايه؟ alla uno, alla due, alla tre. يعني ايه alla uno, alla due, alla tre؟ alla uno, alla due, alla tre. uno, due, tre معناها 1 2 3 بالايطالي. يعني دي مش جديده عليك، مش جديده عليك. طب تعالى نشوف كده. حتى في لعبه اسمها اونو يعني. uno, due, tre, uno, due, tre. قولوا معايا. uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. كم مره؟ uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, 2, 3. كم مرة؟ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4. تاني 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. كم مرة؟ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. تاني كده 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. تاني كده يلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6. تاني 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. كم مرة؟
7, 8, 9, 10. تاني بقى 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. كمان مرة ها. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. صعب الارقام؟ انا عايز بس اول 10 النهارده. 1 دوت، الباقي ده سهل جدا، ده لو حفظت دول خلاص كده. الباقي كله ده سهل جدا 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 كمان. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ده كده بالنسبة للأرقام. يبقى النهاردة خدنا إيه؟ حصة خفيفة صغننة خالص كده، تمام؟ مبسطة خالص الأمور. خدنا فيها إيه؟ خدنا فيها أول حاجة عرفنا إن الحروف 21 حرف متقسمين لخمسة متحرك و16 حرف ساكن. الخمسة المتحرك هما أ، إيه، إي، أو، أو. طب كلام جميل. ال 16 حرف ساكن عرفنا إيه؟ إن في حرف عامل زي الاتش كده اسمه أكا. ماله الأكا؟ قال لك ده الحرف الوحيد اللي في الإيطالي اللي يتكتب بس ما تنطقش. كلام جميل. بعد كده عرفنا إيه؟ الأبجدية الإيطالية اللي هم إيه؟ نقولهم مع بعض كده. كنا بنقول A B A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z. كلام جميل. بعد كده خدنا ايام الاسبوع. قلنا يوم الاجازه في ايطاليا اسمه ايه؟ قلنا ايطاليا كلهم مسيحيين اجازتهم يوم الاحد، والبت مونيكا مسيحيه في اجازتها يوم الاحد. كلام جميل. طيب حط قبلها دو تبقى دومينيكا. دومينيكا يعني يوم الاحد بالايطالي. طيب يبقى اول يوم عمل اسمه الاثنين، صح؟ طيب يوم الاثنين بالايطالي اسمه ايه؟ لونيدي. بعد كده ثلاث واربع وخميس لونيدي، مارتيدي، ميركوليدي، جوفيدي، فينيردي، ساباتو، دومينيكا. لونيدي، مارتيدي، ميركوليدي، جوفيدي، فينيردي، ساباتو، دومينيكا. بعد كده خدنا ايه؟ الارقام 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده كده بالنسبه لحصه صغننه خالص كده، تمام؟ مبدئيا كده بس بشكل تعريفي على الايطالي، تمام؟ حفظت فيها ايام الاسبوع والارقام والحروف، والدنيا مبسطه خالص. عشان كده بقول لك الايطالي سهل وجميل وممتع. نتقابل الحصه الجايه عشان نستمتع مع بعض ايه بالايطالي. اشوفكم على خير، يومكم كله سعاده. تشاو.